في البداية خلينا متفقين إننا هنا مش هنتكلم عن يوسف شاهين لشخصه أو حتى أعماله. المرة دي أنا عايز أتكلم عن نقطة معينة في يوسف شاهين، واللي بسببها شايف إنها أدت لمشاكل كتير لسه مؤثرة لحد دلوقت. ولكن هل ده موضوع سلبي ولا موضوع إيجابي؟ هنقدر نحدد ولكن بعد ما نتناقش. فيلا بينا. يوسف شاهين مخرج اسمه يسبق أعماله، راجل قدر يثبت شخصيته في أفلامه ولقاءاته وعلاقته بالناس، شخص واضح وصريح، وتقدر تحدد قناعاته وآراءه بس من خلال أفلامه، من خلال أسلوب شغله، وبرضه من خلال المعلومات المعروفة عن يوسف شاهين. كان بيحب يدي أداء للممثلين بنفسه، ما كانش بيسمح لأي حد يعدل على الممثلين غيره هو وبس. وده اللي كان بيخلي ممثلين كتير قوي تتعلق بيوسف شاهين تعلق مش طبيعي، وممثلين تانيين كانوا بيكرهوه جدا. ولكن قبل ما نخش في موضوعنا عايز أوضح نقطة معينة. دايما توجيهات المخرج بتبقى في إطار رسالته واللي حابب يوصله. لو مخرج عادي ممكن يقولك الشعور اللازم، ولو مخرج فاهم شوية ممكن يشبه لك بحاجة واقعية، ولو مخرج قاري أو دارس ممكن يقولك الطريقة الصحيحة لاستحضار الحالة اللازمة، ولو مخرج عبقري يقدر يعدل على لغة جسدك وطريقة كلامك وإلقائك للجمل. بس هل هيكون ده مخرج ولا ممثل؟ عشان ما عندكمش احساس بالمسؤوليه ولا واحد. يعني ايه عيد 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 كم مره؟ ليه؟ سؤال شعل في دماغي من ساعة ما سمعت عمرو سلامة في مرة قال إن كل مخرج كان في الأساس نفسه يبقى ممثل. تعال نرجع بالزمن شوية ونغير كلامنا وننسى شوية يوسف شاهين المخرج عشان نتكلم عن يوسف شاهين الممثل. كونه ظلم ناس كتير قوي، وده موضوع تالت خالص وهو ده موضوع حلقتنا. بس خلينا متفقين إن الراجل ده مش طبيعي. على قد ما تتصدم من كونه مخرج عبقري، على قد ما تتصدم من كونه ممثل موهوب موهبة جبارة وعنده قدرة على توصيل المشاعر بالعيون وبس. كان مسافر انجلترا في الأساس عشان يبقى ممثل، والناس قابلته كمخرج مش كممثل، ولكن كان جواه ممثل طول الوقت حاسس بيهم وفاهم بيفكروا ازاي. وده ما يمنعش إن كان جواه بعض الأهداف الشخصية اللي كان بيحققها لنفسه. وأما بقى بالنسبة لموضوع يوسف شاهين الكاتب، فممكن أسيب لك مقالة دكتور أحمد خالد توفيق لما قرر ينتقده وتقدر تفهم وجهة نظره، ولكن للأسف ده مش موضوع حلقتي، فهسيب لك لينك المقالة في البايو. وبرضه مش هتكلم معاك في فيلم المصير والخلافات اللي حصلت عليه وقتها، ولكن هكلمك عن ممثل قدر يثبت لينا إنه كان صح في كونه ممثل موهوب، ولكن مش بالطريقة الأفضل. بس قبل ما نبتدي ونخش في موضوعنا تعالى نفهم الخلاف فين. ليه مش كل ممثلين مصر كانوا متفقين مع يوسف شاهين؟ وبسبب إني قاري نوعا ما في مدارس التمثيل بجنسياتها. ولو حابب تعرف أكتر تقدر تتابع سلسلة إزاي أمثل اللي بتتعرض على قناة خوليو واللي أنا مساهم في كتابتها. بس وأنا بعمل الحلقة دي كان عندي مشكلة مش قادر أفهمها مع يوسف شاهين. ليه هو مبهر دايما ولكن التلاميذ اللي طالعين من تحت إيده مستواهم أقل من سيء؟ وعشان أعرف إجابة السؤال ده كنت محتاج أسافر لأمريكا، البلد اللي درس فيها يوسف شاهين التمثيل. في الحقيقة ما سافرتش بالظبط، ولكن قريت واتفرجت أكتر عن طبيعة التمثيل في أمريكا، وبعيدا عن قراءة المناهج والتحليل والمدارس شفت مسرحيات من الأكاديمية دي. ويمكن هنا قدرت أحدد المشكلة فين. سمعت الجملة بتاعة التمثيل ألا تمثل، وإن الموضوع بالإحساس والحب وكل المشاعر لا أختلف معاك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو تقدر تحس بكل جملة وتوصل لي معناها اعمل ده، لكن لو مش هتقدر أرجوك ابعد عنه، لأنك هتبقى مونوتون، وهو إنك بتسمع وبس. وده اللي ضافوه الأمريكان، ولكنه في النهاية صنف، نوع مدرسة، سميه زي ما تسميه، أسلوب يمكن، أو طريق من ضمن طرق كتير جدا بتتمارس بيها الشغلانة دي. ولكن بالأخص أكاديمية باسادينا اللي متخرج منها يوسف شاهين، فهي بتعتمد في الأساس على الرقص والغنى، مش بتركز قوي على موضوع التمثيل بشكل منفرد.
يعني هي مش زي ستراسبرج أو برودواي، دول بيخرجوا الممثل بشكل مختلف وبيكونوا شاملين أكتر في المجال، وده واضح على شخصية يوسف شاهين وأفلامه، اهتمامه بالاستعراض والرقص والغنى والتمسك بالشكل بتاع هوليوود المبهر، وده شيء يحترم لأنه أضاف للصناعة في الوقت ده. ولكن بالرجوع لموضوعنا وحتة التمثيل أن لا تمثل، ده بسبب اقتناع يوسف شاهين إن الممثل مجرد أداة، واللي أحب أختلف معاه في الحتة دي حقيقة. ولكن هتلاحظ كل الممثلين اللي اشتغلوا مع يوسف شاهين متقسمين جزئين، جزء بقوا نجوم فعلا وبعد تجربتهم معاه بقوا حاجة، وناس تانية لما خرجوا من ظله بقوا حاجة تانية خالص. وتعالى نبتدي بالترتيب كده. أحمد محرز، واللي في الحقيقة ما أقدرش أحكم عليه حكم نهائي بسبب إنه ما ظهرش إلا مع يوسف شاهين، وهو أول من احتكرهم يوسف شاهين في عالمه، وبدأ معاه بالبطولة بداية من فيلم عودة الابن الضال، واستمر بعدها لحد فيلم سكوت حنصور. ومن رؤيتي لأعمال أحمد محرز فهو من أكتر الناس اللي فعلا لولا شاهين وصنعته المميزة كان زمانه بطلها شغلانة. وإحنا هنروح بعيد ليه؟ هو فعلا بطلها شغلانة، اعذروني ولكن بحسه ممثل بارد المشاعر. ده غير بقى المغنيين اللي كانوا بيمثلوا على ايد يوسف شاهين زي فيروز وداليدا ومنير وماجدة الرومي، وفي الحقيقة برضو ما تقدرش تقول انهم كانوا حلوين بشكل نهائي، واي حاجة كانت حلوة منهم فهي نتاج توجيه مخرج شاطر في الاساس. واحب اقول لكم ان دي مشكلة بتواجهني دايما في الفرجة على افلام يوسف شاهين، ما بقدرش افصل عناصر الفيلم زي ما بعمل مع اي فيلم، لأني متأكد إن روح يوسف شاهين في كل حاجة من دول. وعشان تبقى فاهم، إحنا لما بنقيم ممثل أو بنحاول نحلله بنجرده من كل وسائل التجميل، يعني شوف المشهد من غير مزيكا وتخيله بكادر واسع بين قوسين، يعني كأنه واقف على مسرح، وبعدين تقدر تحكم عليه. فحقيقي هم من غير شاهين موضوعهم مختلف، مع تحفظي إني بحب منير الصراحة ده حكم غير مدروس بسبب إن أنا بحب منير مش أكتر. المهم نكمل. أحمد يحيى، واللي في الأصل راقص وبرضه دخل التمثيل على إيد شاهين، وهو يعتبر من الجيل الجديد اللي ظهروا متأخر معاه، ولكن عنده نفس المشكلة بتاعة أحمد محرز، بحسه بارد المشاعر. في النهاية دي وجهة نظري، ولكن في فرق كبير بين إنك تبقى حقيقي وبين جملة التمثيل ألا تمثل دي. فهو ما بيمثلش برضه، وبرضه ما اقدرش اقول عليه انه حقيقي. في بقى مجموعة كده ليهم بارتيشن خاص تقدر تقول انهم النقيض، وهم حنان ترك، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، خالد النبوي، سيف عبد الرحمن، نجوى ابراهيم. دول خرجهم بره الحلقة بتاعتنا تماما. دول بقى اللي بالبلدي كده لعبوها صح، قدروا يقدموا ادوار لا تنسى مع شاهين، وفي نفس الوقت ما سمحوش لتوجيهاته وأسلوبه في الشغل يأثروا عليهم فيما بعد. وده إن دل على شيء يدل على إنهم فعلا ممثلين شاطرين واستحقوا الفرصة اللي خدوها معاه. وشايف إن هي دي من أهم مميزات الممثل، هي المرونة، إن طبيعة شغلك بتحكم عليك بالمرونة والخفة في المعاملات. أنت ممكن تشتغل في حياتك مع حوالي 40 مخرج، كل مخرج له أسلوب ومدرسة غير التاني، فهل معنى كده إنك لو اشتغلت مع مخرج ضعيف تبقى ضعيف؟ طبعا لأ. واتكلمت في النقطة دي باستفاضة أكتر في حلقة ماجد الكدواني، تقدر تشوفها من هنا. فالذكي اللي يقدر يستفيد من شغله مع المخرج، زي مثلا خالد صالح الله يرحمه، من بعد هي فوضى السوق ابتدى يتعامل معاه بشكل تاني خالص، ولولا وفاته كان زمانه في مكانة تانية خالص. وهو ده ذكاء الممثل من وجهة نظري. وطبعا مش هكلمك عن واحد زي أحمد زكي أو المليجي لما اشتغلوا مع شاهين مثلا، لأن دول كده كده أساتذة من غير أي شيء. فنكمل كلامنا. يسرى اللوزي اتقدمت في فيلم اسكندرية نيويورك، رغم اني بحب يسرى اللوزي جدا الحقيقة، ولكن شايف ان امكانياتها محدودة. وارجوك افهم معنى كلمة امكانياتها محدودة، يعني هي مكانها في ادوار معينة ما تعرفش تعمل غيرها. يعني مثلا صعب اللي بتعمله حنان ترك تعمله يسرى اللوزي، وده ما يمنعش اني بحب ادوار كتير ليها زي دورها في فيلم ساعة ونص او دورها في فيلم ميكروفون. هاني سلامة، بالنسبة لي هاني سلامة هو زيه زي محسن محي الدين، حسام طروادة، هما الاتنين عندهم نفس الأزمة. ولكن خلي الكلام عن محسن محي الدين في وقته لأنه قضية تانية خالص. ولكن حقيقي
هاني سلامة قدرت أفهم مشكلته فين فعلا بعد ما ساب شاهين. بحس إنه شخص إمكانياته أقل من المساحات اللي بياخدها. يعني مثلا في حلقة آسر ياسين كنت بقول إنه شخص على قد ما الدنيا ادتله وعلى قد ما كان بياخد أدوار بمساحات كبيرة، على قد ما إنه كان يستحق ده نوعا ما. ولكن أنا بقول ده بسبب غضبي الشديد من فيلم زي السلم والتعبان. أنا دايما بقول إني بحب الفيلم ده جدا، بحب كل حاجة فيه، المزيكا والإخراج وأحمد حلمي وحلا شيحة، إلا هاني سلامة. حرفيا كل المشاهد اللي قدام حلا شيحة هو ما جاش، هو مش موجود. ولو مش مصدقني اتفرج كمان على فيلم الآخر قدام حنان ترك، هو ضعيف 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 لأبعد مدى قدام موهبة فنية جبارة زي حنان ترك. والدليل الأكبر إنك تقدر تشوفه دلوقتي في أعماله بعد ما كبر، هتحس بالفرق، إنه شخص كان متخفي في عباءة يوسف شاهين. وبالمناسبة نفس الكلام اللي قلته ده تقدر تقوله على يوسف الشريف لما اشتغل مع شاهين في هي فوضى، لأنك هتشوفه في هي فوضى بشكل وبقيت أعماله شكل تاني خالص. والأخير اللي هتكلم عنه هو محسن محي الدين. اللي أصلاً بسببه أنا عملت الحلقة دي. باختصار محسن محي الدين هو الشخص اللي كانت موهبته سابقة عقليته، وده الشخص اللي حقيقي كان محتاج مدير زي يوسف شاهين. بس هل معنى ده إن ممثل وحش؟ مستحيل أقدر أقول عليه كده. يا راجل ده مش طبيعي، يمكن هو الوحيد اللي قدر يستفيد من يوسف شاهين بأكبر قدر ممكن، وكأنه هو اللي سافر يدرس تمثيل في أمريكا مش يوسف شاهين، ولكن في إطار أفلام شاهين وبس. وهوضح لك ليه. المفروض الشخص لما سنه بيكبر بيبقى أنضج وأفضل وأتقل، زي أي ممثل لما بيكبر في السن تحس كده إنه بيتعتق، بتبقى الدنيا معاه أفضل. لكن تعال بص على أفلامه دلوقتي واللي هو فيه بعد ما رجع للتمثيل، يعني حاجة ما تتشافش. بقى هو ده اللي كان أسطوري مع شاهين بقى دلوقتي حاله عامل كده، ما تصدقش نهائي. فعايز أقفل النقاش بتاع محسن محي الدين بالجملة اللي ابتديت بيها الكلام: موهبته كانت سابقة سنه، وكانت برضه سابقة عقليته بمراحل. كان ممثل زي ممثلين هوليوود، بيرقص ويغني ويمثل والتلاتة بدرجات عالية قوي. وبكلمك عن واحد سنه ما كسرش ال28 سنة، كان موهبة مش طبيعية. ولكن في الحقيقة ده يودينا للنقطة اللي حابب أوصلها من أول الحلقة، وهي إن هل ده العيب في يوسف شاهين ولا في الممثلين اللي اشتغلوا معاه؟ بدون تحيز، ولكن أيا كانت شخصيته وأيا كانت عقليته، في النهاية هو مخرج عايز يحافظ على فيلمه بشكله وبأسلوب معين. ذكائك كممثل إنك تعرف تتكيف مع الأوضاع وتديله كل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت من غير ما ده ينقص من موهبتك. يعني ما تتعودش على ده. مش معنى إن المخرج بيشيل من على قلبك جزء كبير من المذاكرة يبقى تفتكر إن كل المخرجين بتعمل كده، فلما تشتغل مع مخرج تاني تلوص وتضيع، لأن مش كلهم يوسف شاهين، وانت حياتك مش هتقف عند يوسف شاهين. وزي ما قلت لك أكبر مثال بالنسبة لي هو خالد صالح، غير إنه كده كده موهوب وعبقري، بس لما اشتغل مع شاهين أكيد حصل له نفس المشاكل اللي حصلت مع كل الممثلين اللي اتكلمت عنهم، وكذلك خالد النبوي. تعال بص على واحد زي خالد النبوي دلوقتي، إزاي قدر يستفيد من تجربته ويغذي موهبته، وفي النهاية قدر يعمل دور يتخلد في التاريخ. فيا صديقي هو ده الموضوع باختصار. انت كممثل أول حاجة لازم تبقى عندك هي المرونة. انت ممكن تشتغل مع عدد لا نهائي من المخرجين، ولازم تبقى جاهز لده تحت أي ظرف. وبس كده.